السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عائلتي الكريمة المحترمة، أحبائي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة وفي أحسن الأحوال. سمحوا لي على التأخير لإدراج بعض القصص اللي قلت لكم عليها، وإن شاء الله غادي تكون فيها مفاجآت في فيديوهات مقبلة بحول الله. كما شفتوا هاد الكتب اللي قلت لكم عليها تاع الوالد الله يرحمه، فيها العجب والعجائب لبعض الشعراء وبعض القصص. واحد القصة غادي نرجع لكم من هذا الكتاب، ولكن في فيديو مقبل إن شاء الله. قصة جد جد رائعة ومشوقة. روائع من مقتطفات أبو الطيب المتنبي. وقل للشامتين بنا أفيقوا فإن نوائب الدنيا تدور. وهذا هو عنوان القصة المقبلة إن شاء الله. للأسف في هذا الزمن معظم العلاقات الإنسانية مبنية على المصالح. لك عندي مصلحة فأنت صديقي، أتواصل معك وأودك، لكن عندي حاجة فأنا أخوك الذي لم تلده أمك. ترى في فرصة فأنا المخلص الوفي الأب الذي تحبه ويحبك. انتهت المصالح أو عجزت عن مساعدتك. من أنت؟ لا أعرفك ولا تعرفني، وربما حتى لا أتذكرك، لم أراك في حياتي. هكذا هي الحياة للكثيرين، وربما هي الحياة من فرضت على البعض أن يكونوا كذلك، لأن أصحاب المودة والأخلاق والمبادئ باتوا قلة في زمن صعب. ولكن نصيحة: حبل المصلحة قصير وإن طال، وحبل المودة طويل. وتذكر دائما أن تعاشر الأصيل الذي سيقف معك وقت عسرك، ولا يطلب منك لا ردا ولا مقابل، ولن يعايرك بمعروف أو جميل. قصة مؤثرة في فيديو مقبل في ساعات قليلة إن شاء الله. استنوا السومة عن قريب، واللي ما اشتركش في القناة يشترك باش يكون الجديد. المفاجأة قد تكون في القصة المدرجة المقبلة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.